السلام عليكم. القضية ديال اليوم على المغربي المليونير المغربي عبد الهادي ياقوت أو ماركو ياقوت كما كيعيطوا عليه صحابو والمعارف ديالو. تزاد عبد الهادي في منطقة سميتها بن حمد في مدينة خريبكة سنة 1970. تم دوز الطفولة ديالو، وبالرغم أن المعلومات قليل على الحياة الشخصية ديالو قبل ما يهاجر لإسبانيا، وحتى فاش هاجر لإسبانيا ما معروفش عليه واش مزوج واش عنده وليدات. الحاجة الوحيدة اللي معروفة عليه شنو عنده، يعني ممتلكات ديالو والأعمال ديالو. وارتبط اسم عبد الهادي دائما بأعمال مشبوهة، لأنه على حسب المصادر اللي هضرت على هذه القضية هذه أن عبد الهادي بدأ من مدينة العيون، تما فين كان ساكن وكان خدام وكان مهرب للشراء، ومن بعد غادي ينتقل لجزر الكناري، تما غادي يبقى واحد المدة قبل ما يمشي لمدينة ماربيلا الإسبانية. تما غادي يبدا الأعمال ديالو الحقيقية، لأنه غيولي رجل أعمال. يعني بدا من الزيرو، كان إنسان عادي جدا قبل ما يولي مليونير. وتم في ماربيلا الإسبانية غادي يدير مجموعة من المحلات، من نوادي ليلية ومطاعم اللي فاخرة جدا، واللي كيجيو غير الناس الكبار والشخصيات، سواء المشاهير سواء رجال الأعمال. وكانت عنده بزاف ديال العلاقات مع الناس نافذين، حتى أنه كان شريك للملياردير اللي من أصول مصرية محمد الفايد، واللي هو الأب ديال دودي الفايد، الصديق ديال الأميرة ديانا واللي مات معاه في حادث سير. المهم عبد الهادي كان عنده معارف كثيرة، ولكن في نفس الوقت كان الاسم ديالو مرتبط دائما بأعمال مشبوهة، وكان دائما فاش كطيح شي شخصية اللي تما معروفة كان دائما الاسم ديالو مرتبط مع عبد الهادي، بالرغم أن السجل العدلي ديالو نقي تماما، ما عمرو تشد على حتى شي حاجة، إلا أنه تذكر في بزاف ديال القضايا، بحال القضية ديال الوفاة أو المقتل ديال مرداس أو البرلماني مرداس سنة 2017، اللي هو تقتل بنفس الطريقة باش تقتل عبد الهادي حدا الفيلا ديالو وبإطلاق نار. إضافة لأنه تذكر الاسم ديالو مع واحد الشخصية معروفة، مع شخصية عندها نفوذ مغربية، وكانت متهمة بالاتجار بالمخدرات في وجدة، وكان عندها أيضا أعمال عقارية في المغرب. هادشي كامل كان دائما كيتذكر فيها عبد الهادي، ولكن السجل لعبد الهادي نقي، ما عمر تعتقل حتى شي تهمة ولو صغيرة. ربما ديك العلاقات ديالو المتشعبة والكثيرة مع الناس اللي نافذين هو اللي كتخليه دائما محط شبهة. عبد الهادي الحاجة الأخرى اللي غتخليه دائما يعني كيكون عليه شكوك هو أنه تعرض واحد العام، ما مذكورش بالضبط أين عام، لإطلاق نار، وبقى في الكوما 6 شهور، ولكن ما عمره خد الاحتياطات ديالو، كان عايش عادي جدا، وكان كما كيعاودوا عليه صحابه والمعارف ديالو القرابين ليه انه كان انسان ظريف بزاف وكيتعامل، واي واحد كان تحط في شي مشكل فكان تيجي عند عبد الهادي باش يعاونو يحلها. ولكنه دائما كان كيتقال منين جاتو هاد الثروه هادي، كيفاش قدر انه يحقق هاد الفلوس هادي في وقت وجيز ويولي من رجال اعمال معروفين في اسبانيا وفي بعض الدول الاوروبيه. نهار 21 يناير 2019 مع 3:30 ديال الصباح كان عبد الهادي جاي في الطوموبيله ديالو الفاخره من نوع بنتلي، وكان يلاه داخل الفيلا ديالو في واحد الحي راقي جدا كما وصفتها الصحافة. كانت من 2 طوابق، وكانت محيطة بكاميرات المراقبة، وكان مكتوب عليها ممنوع الاقتراب، يعني حاجز أمني. ومن بعد فاش كان كيدخل عبد الهادي الطوموبيلة ديالو باش يدخل الدار، غادي يهجموا عليه 2 الأشخاص وغادي يقتلوه. فاش جات الشرطة غادي تسول واحد الشاهد عيان، غادي يقول لهم مباشرة من بعد ما توقف إطلاق النار سمع واحد الطوموبيلة غادا بواحد السرعة خيالية من ديك البلاصة. فاش عينوا الطوموبيله ديال عبد الهادي غادي يلقاو انه كان باغي يهرب منهم، لان الجثه ديالو تلقات حدا الباب ديال الشيفور كان محلول، ولكن ما لقاش الفرصه فاش يهرب، لان الرصاص كان بزاف يعني بطريقه كثيفه. وفاش جمعوا يعني الشرطه عدد الرصاص اللي تطلق تمايا تقريبا 20 رصاصه، منهم اللي استقروا في الجسد ديال عبد الهادي، ومنهم اللي تضربوا في الطوموبيله وطاحوا على الارض. بالنسبه للفرادي ديال الشرطه فهم كانوا متاكدين او معتقدين ان فين تخباو القتله هو واحد الطارو ديال الزبل او واحد البركاسه كانت حدا ديك الفيلا. داكشي اللي خلاهم انهم يتخباو وما يردش لهم عبد الهادي البال. وفاش دخل بداو يعني عمليات اطلاق النار.
القضيه ديال اغتيال عبد الهادي ماشي هي الاولى، وانما منها بزاف ديك المدينه، لان معروفه كتجمع فيها بزاف ديال رجال الاعمال اللي منهم اعمالهم عاديه واللي منهم اعمالهم مشبوهه، وهادشي اللي خلى ان بزاف ديال الضحايا تقتلوا تمايا. الشرطه الاسبانيه كانت عارفه انها كتعامل مع قتله محترفين اللي هما يعني جاو خصيصا لهاد المهمه هذه، وما كانش من السهل انهم يلقاوهم. وبقات قضية مقتل عبد الهادي مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولكن الاحتمال الأساسي أو الرئيسي اللي كاين هو أنه كاين تصفية حسابات ما بين مجموعة من العصابات بيناتهم. التحقيق والبحث خدا وقت طويل بزاف، خاصة بسبب حساسية الأمر وطبيعة الضحية. ونهار 19 شهر 3 2020 الشرطة الإسبانية بالتنسيق مع الشرطة الهولندية غادي يعتقلوا 6 ديال الأشخاص كانوا جايين يعني عندهم مهمة أخرى في إسبانيا، باغيين يقتلوا شي واحد. وفاش دخلوا للحدود الإسبانية غادي يتشدوا، تلقاو معاهم بزاف ديال الأسلحة اللي أوتوماتيكية وكاتمة للصوت. الشرطة ذكرت الاسم الشخصي ديالهم، الاسم العائلي ما ذكرتوش. واحد سميتو جيرمين وكاين الأخوين ميمون وخالد، وكاين رشيد وسمير، إضافة إلى واحد سميتو جيسون. هادو هما 6 الأشخاص اللي معتقلين، ومازال مذكور اسم عمر وبدر اللي رهنا البحث. بالنسبة للجثمان ديال عبد الهادي فتدفن في مسقط الرأس ديالو خريبكا مباشرة من بعد الوفاة ديالو بشي سيمانة. مازال التحقيق جاري في هذه القضية هذه، مازال ما تحسمت حتى حاجة، مازال ما تصدر حتى شي حكم. حتى الأخبار أو المصادر اللي هضرت على هذه القضية هذه من 2020 ما بقات تذكر عليها حتى شي جديد. وهنا كتنتهي القضية ديالنا. بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.